المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: إريتريا تنظم فعالية في الأمم المتحدة حول تعزيز حقوق المرأة. الامتحانات تجرى في الفترة من 16 إلى 22 من مارس الجاري. مفوضية الثقافة والرياضة تعلن عن إجراء مهرجان أسمر السينمائي الأول. هجوم متزامن على إسرائيل واستهداف ناقلتي نفط بمياه العراق. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا. شراكة بين جنوب أفريقيا والبرازيل لربط أفريقيا وأمريكا اللاتينية. أهلا بكم مشاهدينا. نظمت البعثة الدائمة لإريتريا لدى الأمم المتحدة في 8 من مارس الجاري بمدينة نيويورك فعالية سلطت الضوء على التقدم المحرز في إريتريا في مجال ضمان الحقوق القانونية للنساء. وجاءت الفعالية تحت عنوان التزام إريتريا بتمكين المرأة من خلال الإصلاحات القانونية وحملات التوعية والمبادرات المقارنة، وذلك على هامش الدورة السبعي لاجتماع لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وركزت الفعالية على إبراز السياسات والاستراتيجيات التي تتبعها إريتريا لتعزيز دور المرأة وضمان مشاركتها في منظومة العدالة. وخلال الفعالية أوضح أعضاء البعثة الإريترية لدى الأمم المتحدة على رأسهم السفيرة الدائمة لإريتريا لدى الأمم المتحدة السفيرة صوفيا تسفا مريم، أوضحوا أن إريتريا منذ نيل استقلالها أولت اهتماما كبيرا بقضية المساواة بين الجنسين، وذلك عبر إدماجها في الأطر القانونية والمؤسساتية الوطنية. وأكدوا أن هذه الجهود أسهمت في ضمان العديد من الحقوق للنساء في البلاد. وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المنظمة وعدد من منظمات المجتمع المدني. أعلنت دكتورة بسرات قبرو مديرة مركز الامتحانات بالمعهد القومي للتعليم العالي والبحث العلمي أن امتحانات شهادة المرحلة الثانوية ستعقد في الفترة من 16 إلى 22 من مارس الجاري للطلاب الذين سيخوضون الامتحانات النظامية والخاصة في داخل البلاد والمملكة العربية السعودية. وأوضحت أن الامتحان سيشمل 12 مادة من بينها اللغة الإنجليزية والرياضيات، والتي هي مواد إلزامية، ويمكن للطلاب اختيار ما يصل إلى 7 أو 8 مواد. وأضافت أن الامتحان سيجرى في 15 مركزا داخل البلاد، وفي جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، وفي المجمل في 17 مركزا. وذكرت أن أكبر مركز امتحان هو مدرسة وارساي كالو بيساوا، بينما سيجرى الامتحان محليا أيضا في أسمرة ودقة محري وحجاز وماي حبار ونقفة وإصلاحية السنبل وعد قيح وعالة وبارنتو وكرن ومصوع وشاخة والدبسترات. وقد تم تجهيز محطة اختبار ل 54 من النساء اللائي تابعن تعليمهن عبر برنامج تعليم الكبار. وأضافت أن عدد الطلاب يبلغ 21803 طالبا، منهم 48.7% من الإناث و89.3% من الطلاب النظاميين، و10.7% من الطلاب الذين يجلسون للامتحان للمرة الثانية. وأكدت الدكتورة بسرات أن الامتحان يحضر ويدار بعناية فائقة، كونه يمثل نهاية التعليم الثانوي والانتقال إلى التعليم العالي. وفي الختام تمنت لجميع المتقدمين حظا سعيدا، ونصحتهم بالوصول مبكرا إلى نقاط الامتحان المخصصة لهم وفهم التعليمات المعطاة واستغلال وقتهم بحكمة. أعلنت مفوضية الثقافة والرياضة إكمال استعداداتها لعقد مهرجان أسمر السينمائي الأول، وذلك في الفترة من 21 إلى 29 من مارس الجاري تحت شعار من أجل إحياء الفن السينمائي الإريتري. وصرح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد التخلية بأن المهرجان يهدف إلى مواصلة استكشاف آفاق المستقبل من خلال الأفلام المنتجة، مضيفا أنه سيتم عرض أفلام تم إنتاجها خلال نضال التحرير وبعد الاستغلال. وأضاف السفير الزمدي أنه تم جمع أكثر من 200 فيلم وطني حتى الآن، وسيتم عرض 55 فيلما منها للجمهور في دور السينما في روما وإمبيرو وأسمرة وحماسين.
وأوضح أنه إلى جانب العروض سيقدم خبراء ندوات حول تاريخ وفن السينما ودورها في إحياء التراث الثقافي. وأكد السفير زمدي أن المهرجان سيقام على المستويين الوطني والقاري في المستقبل، مضيفا بأنه سيتم العمل على أن يتابع الإرثيون في مختلف أنحاء البلاد وخارجها هذا الحدث عبر وسائل الإعلام الوطنية. وأعلن مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد التخلية أن الافتتاح الرسمي لمهرجان أسمر السينمائي الأول سيقام في 21 من مارس الجاري في سينما روما. احتفل الإريتريون المقيمون في عدد من دول العالم باليوم العالمي للمرأة 8 من مارس تحت شعار قيمنا درعنا، وذلك من خلال فعاليات ونشاطات مختلفة أقيمت في عدة مدن حول العالم. ففي إيطاليا نظم الإريتريون المقيمون في مدن ميلانو وروما وبولونيا وباري وكاتانيا وبارما وبيزا وبارليمو وجنوا ونابولي وبادوفا وفلورنسا وفيرونا احتفالات أكدت الدور البارز الذي لعبته المرأة الإيرترية في مسيرة النضال الوطني وإسهامها الفاعل في مختلف مجالات الحياة. كما أحيا الإريتريون في كندا في مدن تورونتو وكيشنر وغويلف وأوتاوا ويمبينغ وكالغاري وإدمنتون وساسكاتون المناسبة، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل لنقل تاريخ وقيم المرأة الإيرترية إلى الأجيال القادمة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية نظم الإيرتريون في رالي ودورهام وتشابل هيل بولاية كارولاينا الشمالية إضافة إلى ولاية مينيسوتا فعاليات متنوعة عكست مكانة هذا اليوم وأهميته. وفي الدول الاسكندنافية احتفل الإيريتريون في ستوكهولم بالسويد وأوسلو بالنرويج وهلسنكي بفنلندا بالمناسبة، مؤكدين أهمية تعزيز مشاركة المرأة في جهود التنمية وبناء الوطن وتعزيز دور تنظيماتها المجتمعية. أما في سويسرا فقد أشار المشاركون في الاحتفالات إلى أن نضال المرأة الإيريترية وتضحياتها في سبيل العدالة والمساواة أسهم في ترسيخ مكانتها اليوم كمواطنة تتمتع بحقوقها كاملة. وفي المملكة المتحدة حيث أقيمت فعاليات في لندن ومانشستر وبرمنغهام وشيفيلد وليدز ونوتنغهام وكوفنتري ونيوكاسل وليستر، أكد المشاركون أن 8 من مارس يمثل مناسبة تعكس المساواة التي تحققت من خلال مشاركة المرأة الإيريترية إلى جانب الرجل في مسيرة الكفاح الوطني. كما شهدت مصر فعاليات مماثلة شدد خلالها المشاركون على الدور الكبير الذي لعبته المرأة في تحقيق استقلال إريتريا وصون سيادتها والمساهمة في بناء الدولة. وفي هولندا حيث أقيمت فعاليات في لاهاي وزفولا وليفاردن وأوترخت وأمستردام وروتردام، أشار المشاركون إلى إسهامة المرأة الإيريترية في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية، داعين إلى تعزيز تنظيمات المرأة في المهجر. وشهدت جنوب أفريقيا كذلك احتفالا في مدينة جوهانسبرغ أكد فيه المشاركون أن مشاركة المرأة تبقى عنصرا أساسيا في مسيرة تحقيق السلام والاستقرار والتنمية. كما أقيمت فعاليات مماثلة في بلجيكا بمدينتي بروكسل وأنتويرب، وفي ألمانيا بعدد من المدن إضافة إلى جنوب السودان وأنغولا، حيث أكد المشاركون الاعتزاز بصمود المرأة الإيريترية وبطولاتها وإسهاماتها في مختلف المراحل التاريخية. وأكدت هذه الفعاليات في مجملها على الدور المحوري الذي لعبته المرأة الإيريترية في مسيرة النضال الوطني وبناء المجتمع، وعلى ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على القيم الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة. تثمر الجهود التي تبذل في مديرية عد قيح لاستعادة موارد الأشجار والحياة البرية عن نتائج جيدة. وقال مسؤول هيئة الغابات والحياة البرية سيد أحمد الدين إسماعيل أن معدل التدمير انخفض بأكثر من 90% بفضل الإجراءات المشددة التي يتم اتخاذها. وأضاف أنه تم نشر عدد كاف من الأفراد في نقاط التفتيش في كاربوسا وسيبراسو وحشملة ودرعا وأنبيتو وعد قيح، مما أدى لخفض القطع الجائر للأشجار والتفحيم، وأن دور اليقظة المجتمعية بالغ الأهمية. أوضح أنه تم تنظيم حملات توعية في 21 إدارة ضاحية عام 2025 لتوعية السكان بعواقب إزالة الغابات، وأن المسؤولية جماعية ولا يجب أن تترك للهيئة وأفراد الحراسة. وأضاف السيد أحمد الدين أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وتصحيحية ضد المتورطين في أنشطة إزالة الغابات غير القانوني في العام الماضي. من جهته حتى عضو هيئة الغابات والحياة البرية سيد هبتون برهاني على أهمية التعاون بين إدارات الضواحي والسكان لتعزيز البيئة والحفاظ على الغابات لأهميتها البيئية.
تم في الإقليم الجنوبي تنفيذ حملات توعية في مديريات معي مني وسجنيتي وماي عيني لضمان حقوق الأطفال ومكافحة الممارسات الضارة. وهدفت الحملات التي نفذت في هذه المديريات إلى توعية جميع فئات المجتمع بمخاطر الممارسات الضارة والعلاجات التقليدية وحثهم على المشاركة في مكافحتها. وأكد مسؤول فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية مايمنة السيد يوهنس أبرهة بأن الجهود المبذولة على مستوى لجنة حقوق الطفل لمكافحة ختان الإناث وزواج القاصرات تحقق نتائج جيدة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء عليها نهائيا. وحث مدير مديرية مايمنة المقدم أبراهام هيليه السكان على تعزيز وعيهم حول العادات الضارة بالمجتمع، إذ يعد رفع مستوى الوعي العام أحد أهم وسائل الوقاية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من فضائية الارتيا، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني أطلق 100 صاروخ دفعة واحدة على شمال إسرائيل، وتزامن ذلك مع إعلان الحزب بدء عمليات العصف المأكول. بالمقابل، أوردت القناة 12 الإسرائيلية على لسان مسؤول إسرائيلي أن الاتجاه هو توسيع العمليات في لبنان بشكل كبير. في سياق متصل، قال المدير العام للشركات العامة لموانئ العراق أن ناقلتين أجنبيتين تحملان وقودا عراقيا تعرضتا لهجمات مجهولة المصدر داخل المياه الإقليمية العراقية، مما أدى إلى اشتعال النيران فيهما. وأضاف لوكالة رويترز أن العراق أجلى جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 من السفينتين، وأن النيران لا تزال مشتعلة فيهما. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع إكسيوس أن الولايات المتحدة لم يعد لديها الكثير من الأهداف المتبقية داخل إيران، مضيفا أن الحرب مع طهران ستنتهي قريبا. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها تواصل يوميا توجيه ضربات تستهدف قدرات إيران البالستية والمسيرات، وأشارت إلى تدمير آخر سفينة من فئة سليماني وضرب أكثر من 5500 هدف داخل إيران. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس موافقة التكتل على فرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا. قالت كالاس مع استمرار الحرب مع إيران سيحمي الاتحاد الأوروبي مصالحه وسيلاحق المسؤولين عن القمع الداخلي، معلنة إجراءات وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. حسب مصدر دبلوماسي، لا تشمل العقوبات الجديدة المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي الذي اختير لخلافة والده علي خامنئي. وأضاف المصدر نفسه أن هذه العقوبات الجديدة لا ترتبط مباشرة بالحرب في الشرق الأوسط بل بالقمع في إيران. وقبل هذا الإعلان، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 247 فردا و50 كيانا على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، وتشمل هذه العقوبات إجراءات منها تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إلى دوله. شهدت العاصمة برازيليا مباحثات بين رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث أكد الجانبان عزمهما تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين. وتتجه العلاقات بين جنوب أفريقيا والبرازيل نحو مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع مساعي مشتركة لتحويل جنوب المحيط الأطلسي الجنوبي إلى ممر اقتصادي يربط القارة الأفريقية بأمريكا اللاتينية. كما ناقش الجانبان فرص التعاون في عدة قطاعات رئيسية، من بينها الزراعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والعلمي. ويتوقع محللون أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتدعم بناء تعاون أقوى بين دول الجنوب العالمي في السنوات المقبلة. انتشر جنود في شوارع أكبر مدينة بجنوب أفريقيا بعدما أعلن رئيس البلاد الشهر الماضي خططا للاستعانة بالجيش لمساعدة الشرطة في مكافحة عنف العصابات وأعمال التعدين غير القانونية. وشهد الجنود في ضاحية ريفيرليا بجوهانسبرغ في أول انتشار عسكري كبير منذ قال الرئيس سيريل رامافوزا في خطاب سنوي للأمة أن الجريمة المنظمة هي أكبر تهديد للديمقراطية والتنمية الاقتصادية في جنوب أفريقيا. ولم تقدم شرطة جنوب أفريقيا ووزارة الدفاع التي تقوم بالإشراف على الجيش تفاصيل فورية بشأن انتشار القوات.
مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. تنظيم فعالية إريتريا في الأمم المتحدة حول تعزيز حقوق المرأة. امتحانات شهادة المرحلة الثانوية تعقد في الفترة من 16 إلى 22 من مارس. مفوضية الثقافة والرياضة الإريترية تعلن عن إجراء مهرجان أسمرا السينمائي الأول. هجوم متزامن على إسرائيل واستهداف ناقلتي نفط بمياه العراق. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤول وكيان إيراني. وشراكة بين جنوب أفريقيا والبرازيل لربط أفريقيا وأمريكا اللاتينية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.